كتر خيرك بس انتهت القصه. يعني المبلغ كبير مش يعني يا عم خلاص تعال نشتري لك ذهب. تعال ذهب ب 8232. بس في محل ليه؟ ذهب هنا مش عارف. مفيش محلات هنا ده، كلها في السكه الجديده. نروح الصرافه نجيب لك بيهم دولارات. دولارات ايه يا راجل؟ مش عارف. اخضر ايه؟ طب نجيب حلويات. هات اي حاجه. تعالى يلا. طب خلي معاك الكارت. اعمل بايه؟ عشان انت اللي هتدفع. انا هدفع من ايه؟ من الكارت من هنا. من هنا؟ اه طب خليه معاك يا باشا. ماشي. خليه معاك انا معانا لحد 8232 والرصيد ظاهر قدامكم على الشاشه اهو 8232. وهتجيب المبلغ ده كله حلويات؟ لا مش شرط. انا من ايدك دي لايدك دي اللي انت هتقول عليها هجيبه لك. انت سعيد الحظ وانت اللي شاورت على العربيه والعربيه مكتوب عليها كام؟ 8232. يبقى انت نصيبك 8232. يلا بينا. السلام عليكم. بقى اختار اللي انت عايزه يتخصم ونروح بقى نسموه ونروح بقى نكمل عادي احنا مع بعض. اللي كبير ازيك يا حاج؟ مش عارف عامل ايه؟ ما شاء الله عنده في تشكيله حلويات هنا جميله. طبعا لا طبعا طبعا شوكولاته صح؟ ماشي ماشي. طبعا شوكولاته طبعا حلويات. حاول بقى تفكر يا عم محسن سيبها لله. في الباقي لان احنا لسه معانا كتير. سبحان الله ده ربنا. لا بس مش ما اقدرش على الحاجات دي كلها، ما اقدرش ان انا اشتري بالحاجات دي كلها. ايه يا باشا؟ الاثنين؟ خلاص تمام. خلاص تمام هات لنا ده. وطبعا حلويات بقى. خلي العيال تاكل وتفرح. انت ممكن تشوف ايه اللي ناقصك. جهاز مثلا لو عندك بنت بتتجهز، عروسه تجيب لها حاجه للمطبخ، تجيب مثلا بوتاجاز صغير، ميكروويف، تجيب ذهب. لو نروح محل ذهب تجيب مثلا 2 جرام ذهب، اي حاجه. انا المفاجاه مش عارف كده كام دول؟ 600 كام؟ 25. طيب اتفضل يا عم الحاج. اول 625. يبقى احنا كده بقى لنا كام يا بيبو؟ كده احنا بقى لنا 7600 يا عم الحاج. يلا يا عم محسن. بص يا عم محسن مبلغ كده طلعه لله. انت دلوقتي معاك 7600. عايز تطلع مثلا 600 جنيه لله؟ او مال 600 يبقى 7. ايوه 600 تمام. يا بيبو 600 جنيه اديهم له. حبيبي يا جدع. كده بقى لك كده 600 اهو. 600 جنيه لله. انا ممكن ادي لك الحاجه الباقيه فلوس بس احنا عايزين نرزق الناس. ما انا فاهم بس مش عارف انا هجيب ايه. معانا 7000 جنيه. لا كتير بصراحه. اشتري 7000 جنيه حاجات. نروح المول ونبص هنلاقي خيارات كتير. يلا بينا. 600 جنيه دول ناوي تديهم لمين؟ نعم لله، الناس اللي هي محتاجه يعني. ناس ربنا غلابة يجعل. يعني.